مساء الخير، مساء المحبة. مفاجأة، تدرون أنا وين؟ أنا تحت منزل الفنان عبد الحليم حافظ. عاش هنا. هاي العمارة بالدور السابع. تعالوا وياي خلينا نشوف وين كان ينام، لبسه، غراضه، بيته شنو شكله. نحاور أسرة عبد الحليم حافظ، عندهم أسرار ينطونا إياها. كونوا وياي، حلقة مختلفة وعلى ما أعتقد راح تكون جزئين. تعالوا نصعد وين؟ المنزل عبد الحليم حافظ. تعالوا. اليوم أنا ما ردت أصعد بالمصعد لبيت عبد الحليم حافظ بأمانة. ليش؟ كنت أصعد باية باية وأفكر إن أنا اليوم وين رايح؟ وراح أخذكم وياي وين؟ البيت عبد الحليم حافظ، البيت اللي عاش بيه، البيت اللي طلعت من عنده أجمل الألحان كتبوها كبار الشعراء قبل لا ندخل شقته. شوفوا، محبين عبد الحليم من بعد ما توفى الله يرحمه يجون كل سنة هنا تاريخ ميلاده وفاته يكتبون ذكرياتهم. باو. قبل لا ندخل لمنزله: إلى حليم القلب، أحبك أعشقك، أتمنى أن أراك. يجون محبين عبد الحليم حافظ يكتبون كلام جميل، يكون عسى ولا عله يوصل لعبد الحليم مكتوب هنا: حبك نار يا حليم. شوف، يحبون عبد الحليم حافظ الناس. اللي يحب حب حقيقي لابد ان يسمع عبد الحليم ان كان حبه حقيقي. عبد الحليم اثر باجيال كبيره، اجيال ورا اجيال. اليوم متوفي صار له اكثر من 47 سنه، ولكن من جاب اسم عبد الحليم غير، كانه عايش بيناتنا ومو غريب. تحسه قاربك، اخوك الكبير، تحسه منك وبيك. لان عشنا وحبينا ونحبينا، تابعنا افلام كلها لعبد الحليم حافظ. حبينا افلام وحبينا اغاني. راح ندق الباب ناخذكم جوله بمنزل العندليب عبد الحليم حافظ. ما شاء الله كان يحتاج لنا نكتب هنا شيء للذكرى يا شباب. يا الله. قبل لا نطرق الباب، هنا كاتب ذكرى تامر حسني الفنان الجميل نجم الجيل في سنة 2008، وهنا كاتب عمرو دياب الهضبة. بسم الله. يا اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ اهلا بيك. ان شاء الله بخير. منورنا. الله يطول عمرك. اني ومتابعين في العراق عبر قناة الرابعة الفضائية متشوقين جدا ان نجي نزور منزل عبد الحليم حافظ الله يرحمه ونتامل في كل مكان. اهلا بكم في بيت عبد الحليم. وين عاش، ايش سوى. لازم تتحملنا اليوم. اكيد. المشاهد العراقي اليوم حاب يتعرف عليك اكثر. اليوم ويانا الاستاذ عبد الحليم. عبد الحليم كذلك. الشناوي. انا أي. يبقى خال والدتي عبد الحليم حافظ، جدتي عليا شبانه اخت عبد الحليم. عبد الحليم له اخت اسمها علية. نقرا دائما سيره عبد الحليم حافظ، كان يحبها حيل وكانت تحبه هي وحيده له، فتصير علية. احنا نقول بالعراقي حبوبتك، انت تقول جدتك، حبوبتك جدتك. انا بقول ان عليا لعبت دور كبير قوي في حياه عبد الحليم. يكاد يكون دور الام لعبد الحليم واخواته، مع ان هي يعني مش اكبر اخواته، هي اكبر من عبد الحليم، ولكن هي لعبت دور الام. الام اللي بتحتوي، الام اللي بتنصح، الام اللي بتخاف. هي دي عليا شبانه اللي هي جدتي، وكانت معايا نفس مع يعني مش مع عبد الحليم بس، مع كل الناس اللي يعرفوه. احنا متشوقين، احكي لنا بالبدايه. يعني احنا ده المدخل بتاع بيت عبد الحليم. نعم. دي كويس ان لفتت نظرك. دي كسوة الكعبة. عبد الحليم وهو بيعمل عمرة، امير مكة اهداله جزء من كسوة الكعبة. طبعا هو اهداله كسوة، عبد الحليم عمل الفريم بتاعها وحب ان هي دي تبقى موجودة في مدخل بيته عشان البركة بتاعت البيت. يا سلام. وفي برضو قصة شهيرة جدا بخصوص الموضوع ده. عبد الحليم لما كان بيعمل عمرة، صادف ان هم كانوا بيغسلوا الحرم، وعبد الحليم دخل جوه، استأذن ودخل بأمر ملكي جوه الكعبة وصلى في الأربع أركان بتوع الكعبة. يا ما شاء الله، يستاهل اللي عندنا يعني ده فضل ونعمة من ربنا، أي حد فينا يتمناها. ندخل نكمل؟ تفضل. أهلا بك. خليكم ويانا يا شباب. تفضل. الله يخليك. يعني احنا في منزل عبد الحليم يا جماعة، يعني الموضوع ترى كبير.
كل شيء مثل ما هو، كل شيء مثل ما هو. يعني اي شيء بيت عبد الحليم تحرك، انباع، استبدل. بص، هو بحكم ان يعني العيله كلها عندها OCD، او يعني احنا بنحب كل حاجه تفضل مكانها، فاحنا بنحتفظ. يعني لما بيجي زائر حتى، احنا طبعا الناس بتبقى غصب عنها، بيجي يشد كرسي او يحرك حاجه، بنرجع كل حاجه مكانها كما كانت كما وجدت وقت عبد الحليم. زين. فدي من الحاجات اللي احنا يعني محافظين عليها، حتى مكان الحاجه بالظبط هتلاقيه زي ما هو كل مره هتيجي فيها البيت. اوكي طيب احكي لي عن هذا. ده دولاب اللي فيه الأوسمة والنياشين اللي عبد الحليم أخذها من يعني الأمراء والملوك العرب لما كان بيسافر. طبعا. ودي شهادة من الرئيس جمال عبد الناصر، وسام العلوم والفنون الطبقة الأولى، أهداها له. وفي صور لعبد الحليم وهو بيستلم أنا متشوق أشوف طبعا يا جماعة. بس معلش الدولاب. عبد الحليم حافظ الله يرحمه. هنا يعني ده وسام العلوم والفنون اللي معاه الشهاده دي، يعني ده وسام العلوم والفنون من جمال الرئيس جمال عبد الناصر، ودي الشهاده. وهنا في من المغرب الملك الحسن الثاني اهدى له المغرب العربي. طبعا العلبه مش بتاعتها، بس يعني حاولنا عشان نحافظ عليها. الوسام. وفي اوسمه كتير جدا يعني تحت. هنا في برضو ده وسام من الملك الحسين ملك الأردن، الحسين بن علي، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى. طبعا في أوسمة كتير جدا، وفي من ألبرت هول في لندن وسام. يعني طبعا احنا بنحتفظ بكل الأوسمة بتاعت عبد الحليم موجودة. البيت هو تعالوا شباب ويانا احنا بنفرح. هذا هو نفس البيت على اساس بس عشان احنا بنحب الدولاب هو كل حاجه زي ما هي. يا عبد الحليم لا تبخل علينا بالمعلومات. احكي لي هنا شنو ايش كان هنا كان يسوي هنا عبد الحليم؟ الصاله غرفه استقبال الضيوف. طيب. وهنا كان بيتعمل كل البروفات بتاعت عبد الحليم لما سكن في هذا المنزل لغايه ما توفاه الله. كان هنا بروفات الاغاني. يعني كان كل اغنيه على الاقل بتاخد 60 يوم بروفا، شهرين متواصلين بروفات. في صور مشهوره ورا باب المكتب، الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب وعبد الحليم وبليغ حمدي ومحمد الموجي. حتى يعني تشوف صور محمد الموجي وبليغ حمدي اللي هم اصلا متنافسين موجودين مع بعض في وقت البروفة بتاع عبد الحليم. الصور هنا قل لي وين جلس تحديدا عبد الحليم وبصوره حتى المشاهد يشوف الصوره ويتاكد. عبد الحليم في صور مشهوره ليه. اولا هو مستلقي على الكنبه نايم على الكنبه، فطبعا مش هنام على الكنبه، بس كان راسه بتبقى هنا ونايم على الكنبه. موجوده بس هو قعدته موجوده. وهنا لازم قعدته المفضله بتبقى هنا الجزء ده. ثواني مرخصك. هنا كان عبد الحليم جالس هنا بالظبط، نفس الاباجورات نفس السيت اب. وهنا بس الكنبه دي للاسف عشان القماش اللون اتغير، ما كانش نفس اللون، كان شمواء احمر. يعني هنا كان بليغ حمدي وعبد الوهاب، كل الموسيقيين والفنانين حتى اللي بيزوروه اعماله السينمائيه، كل الناس كانت بتيجي. الاغاني اللي احنا حبينا ونحبينا ونسمعها ومتاثرين بيها كلها من هنا كلها. يا سلام. طيب المساحه دي كلها. هنا كان في صوره ثانيه لعبد الحليم وين بالضبط؟ مكانه تحديدا حتى يشوف المشاهد. يعني عايز تقعد على الكرسي فهنجيب الكرسي. لا لازم نقعد على الكرسي يا جماعه. نقعد على الكرسي هنا اهو. هتقعد هنا شلون كان قاعد عبد الحليم؟ هنا بالظبط. وجنبه الموسيقار محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وصور ثانيه محمد الموجي. هناك جالس احمد فؤاد حسن. هاي الصور موجوده يا موجوده بالمونتاج. نريدها نعرضها كلها حتى المشاهد ان شاء الله يعرف كل تفاصيل عبد الحليم حافظ. ايش هذه؟ ده راديو قديم بس ده مش من ايام عبد الحليم، بس احنا عشان بنشغل قرآن على طول فعملنا حاجه بنفس الروح. انا احب المصداقيه بالعمل. شوف كان يقدر يقول لي راديو عبد الحليم، قال لك لا هذا راديو قديم اسمه عبد الحليم. انطيني اشياء عبد الحليم حافظ. كل الحاجات هنا اشياء عبد الحليم ما عدا الراديو ده. يمكن هو ده الحاجه الوحيده اللي حطيناها بس عشان نشغل قرآن كريم باستمرار في الشقه، فجبنا حاجه يعني وسنت كده عشان تبقى موجوده. جميل. مع نشوف البلكونه اللي انا شفت له صوره للعندليب عبد الحليم كانت في البلكونه. يا شباب تعالوا خلينا نشوف البلكونه واشوفكم الصوره همينه. هذه بلكونه العندليب عبد الحليم حافظ. في صوره على ما اذكر وهي موجوده الصوره عندك. موجوده عندي الصوره طبعا موجوده على الانترنت يعني صوره على الانترنت. شفتها كان شلون جالس كذا جالس كده بالظبط وباصص للكاميرا بالظبط. نفس يا شباب جيبونا شلون هاي الصوره حلوه.
انا كان جالس العندليب عبد الحليم حافظ ويتامل وتطلع الجمل اللحنيه الجميله. انا سمعت معلومه انه هذه يد عبد الحليم حافظ. دي عبد الحليم كان زي ما هو فنان مطرب وممثل، كان كمان عنده دايما هوس بالفن عموما، فطلب من فنان ايطالي ان هو ينحت ايده وتتعمل على شكل هذه شوفوا لي يا شباب، تعالوا قربوا لي اليمنى اياها. واليسرى. هذه ايدي اليمنى لعبد الحليم حافظ ونحتوها. لا اليمنى واليسرى بالضبط، اليمنى واليسرى. اليمنى واليسرى بالضبط حتى كده. نكون دقيقين في نقل المعلومه. وهذه البلكونه كان جالس بيها. وهنا كان بيحب يفطر. انا يفطر يتريق بالعراق الصبح لدرجه يتريق. ان هو كان ساعات بيبقى قاعد على الكرسي اللي حضرتك كنت قاعد عليه. نعم. ويطلع المعجبين على النخله لما يعرفوا ان هو قاعد عشان يشاوروا له، فقال لهم يا جماعه انا بفطر، يعني بعد اذنكم سيبوني بس افطر وبعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه. معجبين عبد الحليم يطلعون النخل على مود يخشوا يسلمون يمشوا عليه. اسماك ويطلعوا على النخله عشان يشوفوه. النخله طويله طبعا فجايبه يعني المستوى كله. طيب انت جدتك يعني بالعراق نقول حبوبتك عليا شبان اللي هي اخت عبد الحليم حافظ، ما سمعت منها انه عبد الحليم يتزوج من يتزوج؟ عبد الحليم حافظ لم يتزوج، وده يعني اشاعه عشان في وقتها، اصل هي الاشاعه حضرتك طلعت بعد 30 سنه من وفاه عبد الحليم، يعني مش مثلا بعد يوم او يومين فممكن نصدقها. 30 سنه انت سالت جدتك، سالت جدتي اخوك تزوج لو ما تزوج؟ حب سعاد حسني لكن لم يتزوج. طيب ليه اهل سعاد حسني يقولون تزوج؟ عشان يطلع ترند. ما هو في وقتها من 30 سنه كان في ترند مختلف، الناس اسهمها بتهبط، مش سعاد حسني طبعا، انا بتكلم على اسر الفنانين وبعض الصحفيين اللي مش عايز اذكر اساميهم عشان منهم من توفى ورحل، ولكن هؤلاء الصحفيين لما لقوا ان اسهمهم هبطت مع وفاه عبد الحليم عشان يطلع تاني بحاجه تفرقع، تزوج سعاد حسني. فطب يا جماعه في عقد، في ورقه، في حاجه، يعني انا النهارده العقل ان انا تطلع ورقه، لا يعني في ناس بيقول لك انا عندي الورقه دي، طب ما طلعها للميديا. سالت اخت عبد الحليم سالت جدتي طبعا وانكرت هذا ورفضته، لان سرها كان مع عبد الحليم ومعانا بعد كده. معروفه طبعا كانت تحب عبد الحليم كثير واختها الكبيره. تفضل. ما شاء الله طول فارق، انت اطول مني بكثير، وحسب بياني قصير ولا ترى مو قصير. قصير يعني. كم كان طول عبد الحليم حافظ الله يرحمه؟ 168 او متر من 65 ل 68 متر 65 سم. لا انا اطول. اطول طبعا. طيب اريد يعني انا كل شوق انه ارى غرفه عبد الحليم حافظ، وين كان ينام؟ شنو الاجواء؟ يعني تعال اوريك حاجه قبل الغرفه. يعني هاي اللوحه، هذه اللوحه دي يعني بيجي كل مشاهير الوطن العربي والسياسيين والزوار عشان يتصوروا عندها. دي ليش؟ شو يميزها غير عبد الحليم؟ يعني اولا دي البورتريه الوحيد اللي اترسم لعبد الحليم حافظ في حياته، رسمها واحد من اشهر راسمين بورتريه، يعني رائد الفن. عبد الحليم كده كان جالس على الكرسي اللي هناك. الكرسي اللي هناك. في كرسي هناك. ورسمها جمال كامل سنه 65. كم استغرق رسمها؟ 6 شهور. ليه؟ عبد الحليم كان بيسافر رحلات علاج، افلام، تصوير، وجمال كامل فنان بورتريه كبير برضه، فكان عشان الوقت يقدروا يظبطوه مع بعض، يقدروا يطلعوا احسن كواليتي. انا بعتبرها موناليزا للعرب، يعني موناليزا حليم هو اللي محليها. يا جماعه غرفه النوم خلينا نشوف العندليب وين كان ينام، شنو ستايل الغرفه، خليكم ويانا تعالوا. ده المدخل الشهير. عبد الحليم كان دايما بيتصور هنا، في صوره شهيره ليه قبل ما يتوفى على طول، كان واقف كده بالظبط زي ما انا واقف. الصوره موجوده. موجوده الصوره. وده المدخل غرفه نومه. من امام غرفه عبد الحليم حافظ كانت اخر صوره له قبل لا يروح للندن يتعالج، اخذ ووقف هذه الوقفه. تعالوا ويانا نشوف الغرفه. تفضل. يعني دي غرفة نوم عبد الحليم. ده سريره، طبعا العلامة الشهيرة عبد الحليم كان دايما بيسند راسه في الحتة دي. في صورة أنا كذلك لاحظتها، صور كتير جدا. هنا كان عبد الحليم، ليه هذه لونها متغير؟ دي علامة راسه، جدتي عليا احتفظت بيها. عبد الحليم وقت ما كان بيتعالج، يعني ايه علامة راسه؟ هنا كان راس أعرف. عبد الحليم لما كان بيتعالج كان شعره بيسقط بسبب العلاج، فكان بياخد أدوية، فكانت الأدوية دي بتعلم على السرير.
جدتي احتفظت بهذه العلامه مطرح راسه عشان ذكرى لعبد الحليم يعني. الله يرحمه. هذا سر عبد الحليم. ده المصحف بتاعه. ده على فكره مصحف اهداء برضو لما راح السعوديه، طباعه سنه 1000، عدى عليه 100 سنه، طباعه نادره. 100 سنه. اهدوه لعبد الحليم لما كان بيعمل عمره في السعوديه. غرفته هي كل حاجه، يمكن بس البيانو ده بتاع نور اخويا. جميل. يعني احنا نريد المصداقيه احسنت. دي طبعا يعني بيسموها الدسم او على ما اعتقد عليا ولا هذه؟ دي جدتي عليا. عليا اخته بالظبط. عليا هذه هي. دي الفاترينا اللي عليها بقى كل اغراضه الشخصيه. هذه عطور عبد الحليم. كل دول حتى دول عبد الحليم، يعني في صور لعبد الحليم والاسدين دول باينين. برفيوم ستاف. اما دزنا كل الصور. هذه عطور عبد الحليم حافظ الله يرحمه. ظل منها شويه. عطوره الاصليه. الاسدين موجودين ها شانو. حتى العلبه دي كمان جواها عود وحاجات. هذه صوره. دي صوره عبد الحليم نفس هتلاقي حتى دي علامه راسه اللي هي موجوده هنا في الصوره، والتليفون حتى نفس التليفون موجود هنا. موجوده نعم صحيح. لان البيانو لا ما كان موجود. ده هنا الاستماع عنده جهاز. عبد الحليم برضو كان متقدم، فكان بيجيب احدث الاجهزه الموسيقيه. ده جهاز بورتابل في وقتها، جراموفون. وكان عبد الحليم دايما بيقعد هنا يسمع المزيكا. فين يقعد هنا على الكرسي ده. جميل. ويسمع مزيكا بقى. عبد الحليم كان بيحب يسمع اغاني غربيه اكتر من اغاني شرقيه. دي معلومه غربيه. يحب يبقى متطلع المزيكا في العالم عامله ازاي عشان يقدر يقدم كل جديد. وكان له ذكاء فني قوي. والدليل صار عايش لغايه النهارده. صار اكثر من 50 سنه متوفي وعايش لحد الان. 47 سنه ولسه لغايه النهارده يعني عايش. واليوم احنا في وقت التيك توك والفيسبوك والانستغرام، والله فلان اغنيه طلعت بيها ملايين المشاهده وترند ورا شهر تنسي. اما اغاني عبد الحليم ما كان في السوشيال ميديا. هتظل ان شاء الله، لان هو الوطن العربي كله كان عنده ذكاء يحبه، واغاني عايشه لليوم. هذه ايش هذا العود؟ ده عود نور اخويا، بس في عود لعبد الحليم هوريه لك لما نيجي نصور ان شاء الله جوه. يا سلام. هذا التلفزيون احكي لي. هذا التلفزيون هو بالضبط تلفزيون عبد الحليم حافظ. انا اشوف حفلاته، يشوف المويه مسجله. وبعدين يعني لو في طبعا، هو زمان ما كانش فيه بقى ساتلايت وكده، فكان اللي بيتعرض على التلفزيون هو ده اللي كان مش زي دلوقتي. ما شاف نفس مش موبايل بقى زين. يا سلام. وده تليفونه، وده الراديو بتاعه، وفي صور وهو ماسك الراديو، وفي صور وهو بيتكلم في التليفون. هنا تليفون عبد الحليم كذا. يتصل ببليغ حمدي يقول له شنو الجديد؟ يقول له موعود، كلمات محمد حمزه. ولا تخونوه. عمر ما خلصتكم اول عمل بين على ما اعتقد بليغ وعبد الحليم. انا ده على فكره معلومه برضو يمكن الناس عارفينها، ان سبب ارتباط بليغ ووردة سبب تخونوه. كانت بالجزائر من سمعت قالت منو هذا الملحن العام، هذا اللحن العظيم، وتزوجت بليغ في وقتها. وده الاباجوره دي. عبد الحليم كان بيخاف من الضلمه، فكان دايما الاباجوره دي بالليل منوره. عبد الحليم يخاف من الظلام. يخاف من الظلام عشان المرض والنزيف. كان دايما الاباجوره دي في اي صوره بالليل هتلاقي الاباجوره دي منوره، يعني موجوده ومنوره. وده الراديو بتاعه. عندنا بعد شغلات ثانيه نشوفها. السيناريو اللي عبد الحليم، سيناريو فيلم. مش عايز تشوف غرفه الملابس عبد الحليم؟ يا ريت. في حاجات ثانيه انا ما ادري. يا جماعه ارجعوا. هنا دي الغرفه السريه. ارجعوا يا جماعه ارجعوا. دي الغرفه السريه. انا وليت خلص انتهى الموضوع. يقول لي ملابس، شلون ما نشوف ملابس عبد الحليم؟ دي الغرفه السريه. الغرفه السريه. وده غرفه ملابس عبد الحليم. وهنا اشهر بدله واشهر ايكون لعبد الحليم حافظ، بدله رساله من تحت الماء. لا هاي تطلع هنا، خلينا نشوف هنا. تعالوا. لا هذه لازم شوفوا يا شباب. أغنية رسالة من تحت الماء، اللي إني أتنفس تحت الماء إني أغرق كلمات نزار قباني. هذه هي بدلة كان لابسها بالحفلة. البدلة دي إهداء من الملك الحسن الثاني، عليها من جوه يا سلام التاج الملكي حسن الثاني والكراون الملكي. ده أهداها له الملك الحسن، وخلى براند مشهور يعمل البدلة دي هاند ميد لعبد الحليم. ودي البدلة الوحيدة اللي عبد الحليم لبسها 3 مرات في حفلات. عبد الحليم لم يرتدي بدله مرتين، دي لبسها 3 مرات في 3 حفلات مختلفه، منهم اخر حفله في باريس. لو نتكلم بالماديات اليوم، هذه البدله كم قيمتها؟ لا تقيم بثمن.
كشيء افتراض. لا اليوم شخص يشوفنا بالعراق بالخليج العربي لا تقيم بسبب. بغير دول يقول لك يا عمي هذه تاريخ. البدله انا بدي اشتريها. لا ليست معروضه للبيع. لا ما أقول. اي حاجه عبد الحليم. عندك شيء ثاني خلينا نشوف. طبعا ده كل حاجه بعد. عبد الحليم، كل شوفنا يعني احنا هنقعد شهور عشان شوف من ذاك نصور. الوقت ذواق مسوي له غرفه خاصه لملابس احنا احنا. دي الفيست اللي كان لابسها في فيلم شارع الحب مع صباح. شارع الحب مع صباح. يا سلام يا سلام دي يا بدله سلام يا سلام. موعود. اعطيني موعود يا جماعه، انا اريد موعود، لنا بيها ذكريات موعود يا جماعه. هذه بدله اغنيه موعود يا عبد الحليم. موعود معايا بالقراح، موعود يا بالعذاب. قلبي بالعذاب. كلمات محمد حمزه والحان بليغ حمدي. اغنيه كبيره. هذه البدله اللي ادى عليها الاغنيه على المسرح. بالضبط. اي اغنيه كانت عظيمه يا سلام. ومحتفظين انتم بجميع اشياء. كل اشياء عبد الحليم، كرافتاته ذيك البدله ام رساله من تحت الماء. اوكي. وفي عندنا هاي البدله هذه ما تنباع. اسمح لي، هذه ما تنباع، نعرضها للبيع وفلوسها لاستفادة الفقراء والمحتاجين من هذا الباب. لا احنا الفقراء محتاجين. وقت ما عبد الحليم توفى كان عندنا ملابس كتير تبرعنا بيها لمؤسسات خيريه. ولكن احتفظنا بالحاجات المشهوره. شوفني ثاني اوكي. موعود وسلام تحت الماء. عندك شيء ثاني؟ عندي اخر بدله لعبد الحليم لبسها في اخر حفله ليه قارئة الفنجان اللي انطوني بدله قارئة الفنجان يا جماعه. بس انا لسه هدور عليها. اي لا اريد بدله قارئة الفنجان. اغنيه عظيمه من كلام نزار قباني. وهذه بدلة قارئة الفنجان. الله يرحمك عبد الحليم، آخر أغنية غناها هي. يا سلام. طبعا في هنا جوه الأحذية بتاعته والكوت بتاعته، كل حاجة عبد الحليم محتفظين بيها عشان في الآخر ده تاريخ الأربطة فني بتاعته هذه هي. بالظبط. ما شاء الله. البراندات بقى هتلاقي عبد الحليم كان فاشن، يعني دي بيربري. كلها براندات. دي جيفنشي، كريستيان ديور. هتلاقي عبد الحليم كان بيحب اللبس. عبد الحليم خلي بالك حاجه مهمه جدا، سبب نجاحه مش بس الغنى. عبد الحليم كان فاشن ايكون. كان فاشن ايكون يعني فدي كانت من الحاجات اللي بتميز عبد الحليم. لبسه كان هتلاقي ترند، الناس هذا كله لبس عبد الحليم. شعره. كل هذا لبس عبد الحليم الله يرحمه. احنا اليوم تاريخ، يوم تاريخي هو هذا للأمانة، يعني يوم مهم وبالعمر مرة من يوصل له فرصة يدخل منزل عبد الحليم حافظ ويشوف أشياء عبد الحليم حافظ. أشكر أخي حسام مجدي أتاح لنا هذه الفرصة. وحسام أنا أحبك كثير. عربون محبة، رجعنا أصدقاء حسام من بعد. خلاف بسيط يا حسام. ده مش عود عبد الحليم، ده عود أهدهوله الموجي لعبد الحليم. الملحن محمد الموجي طبعا صديق عمره، ويعني اصدقاء الدرب زي ما بيقولوا. ده العود بتاع ده. معلش على راحتك. لا الوان عيد ثاني، خليه تجيب العود نفسه. شوفوا يعني قال نعيد ثانيه، ما يتصلوا ثاني، خلوه يتصلوا مثل ما هو. هذا دليل انه يعني ينطي المعلومه دقيقه مثل ما هي. قال لك هذا البيانو مو مالته مالته يعني مثل يعني شيء مثل اي شيء كان موجود مثل ما هو كان موجود في وقته. يقول لك هذه هنا كانت ما يصير تجي هنا. هذا العود مو هو، لا يقول لك اريد اجيب العود الاصلي حتى توصل المعلومه يعني بشكل دقيق. احنا قاعد نحكي تاريخ. الحاله طبعا عشان ده خشب، فالحاله بتبقى يعني مش احسن حاجه، بس احنا بنحافظ يعني على قد ما نقدر. طبعا ايش هذا العود؟ ده العود اللي اهداه له الفنان محمد الموجي، الملحن العظيم. ومحتفظين بيه يعني. طبعا هو حالته عشان خشب، بس احنا طبعا يعني في حاجات بنحاول نجددها دايما ونحاول نحافظ عليها. بس انا بشوف ان دايما الحاجه تظل على وضعها احسن بكتير من ان يتم اللعب فيها او يعني ان يتم تجديدها او حاجه. ما شاء الله. يرجع العود مثل ما كان. طبعا كل حاجه بترجع. انا اذا اشوف قبل لا ندخل قال لي راح اشوفك سيناريو ابي فوق الشجره. اخر فيلم عبد الحليم عنده على ما اعتقد 16 فيلم صح؟ 16 فيلم حسب معلوماتي 16 فيلم. اخر فيلم كان له صوروه في بيروت. المخرج كان شاب نسيت اسمه اني. عبد الحليم يحب الشباب، يحب يتعامل مع شعراء شباب، يعطيهم فرص، لذلك هو متجدد يتعامل دائما مع الشباب. اخر فيلم ابي فوق الشجره، فقال راح اشوفك السيناريو اللي كان يقرأ عبد الحليم وبايده يغير ويشطب ويضيف. خلينا نشوف السيناريو.
وسيناريوهات عبد الحليم حافظ. اكثر فيلم تحب لعبد الحليم شنو؟ يوم من عمري. يوم من عمرك. أنا بالنسبة لي- ليه ما موجود على اليوتيوب مع زبيده موجود. ثروت؟ انا ابحث عنه صار فتره ماكو. لا موجود، لا ما فيش، انا باحث عنه على اليوتيوب مع ماكو. شرطي حقوق بس، فطبعا بس ممكن تلاقيه على مع زبيده ثروت. طبعا. عبد السلام النابلسي كان طبعا. معه. محمود المليجي الفنان المليجي هم كانوا صحفيين يا بالظبط. اين رايحين يجيبون خبر صحفي شافوا بالظبط. زبيده. بالظبط. هذا عبد الحليم وهو صغير. ده بس ده مش يعني ولا. ده صديق لوالدي رسم رسمه مم. لعبد الحليم، لكن دي بقى بورتريه لعبد الحليم في الخمسينات، وده مرسوم عن طريق الفنان الجبالي، واحد برضو من اشهر الفنان البورتريهات. والفريم ده يعني لو بصيت على الخشب والتفاصيل صعب جدا حد يعمل حاجه زي كده. شلون انا شلون سلم بدنا ياما عيوني عليك سالوني وياما بتقلب. ايش الاغنيه؟ شغلوني؟ لا، بدنا ياما عيوني وياما بتقلب انا. اعوذ بالله. على قد الشوق. على قد الشوق. هن يمكن كان قصدك في نفس الحقبه الزمنيه؟ في نفس الحقبه الزمنيه. الخمسينات يعني. عبد الحليم بدايته كانت كان شكله كده كان 53 فكان يعني 59. شنو هذه الغرفه؟ ده المكتب، بس هو عشان لسه في حاجات بتتجدد. مكتب عبد الحليم حافظ. مكتب عبد الحليم حافظ. نقدر نشوف السيناريو؟ نقدر نشوف السيناريو. جيب لنا السيناريو. انا هنا انتظرك. لخصوصيته قال انه المكتب يعني مكتب عبد الحليم حافظ هذا، ولكن به شغلات خاصه بهم ممكن هم حتى لا نحرجهم. قال لي انا ما اسالك ما فتت. انا فتت وشفت على فتره، بس قال مو للاعلام. فخلينا نشوف سيناريو ابي فوق الشجره. احنا طبعا بنحتفظ بكل تاريخ عبد الحليم يعني الفني، بس ده اشهر طبعا فيلم لعبد الحليم اللي قعد سنه في السينما. ابي فوق الشجره. وهتلاقي جوه بقى تعديلات بخط عبد الحليم وملاحظات. هو هذا السيناريو؟ هذا السيناريو وملاحظات بقى للملابس، يعني هتلاقي هنا عبد الحليم حاطط ملحوظه خط ايد عبد الحليم. فطبعا كل ده التفاصيل كلها اللي اخرجت هذا العمل الفني الكبير. السيناريو ها فردوس عادل صباح الخير. صباح الخير. يا سلام يا نهار ابيض في ساعه واحده. هذا هو السيناريو مثل ما هو. وعلى فكره عبد الحليم كان بيحب يرسم، يعني هتلاقيه دايما في اغلب السيناريوهات اللي عندي جوه كان يقعد يرسم في السيناريو. بحس ان ده بيعمله بقى يعني. سؤال اقطع سالفتك كيف احنا العراقيين نقول، انت ما سالت جدتك انه عبد الحليم منحب بعمره؟ حب برا الوسط الفني؟ برا الوسط الفني. ماتت؟ انا سمعت ماتت يقولون. ماذا دقة المعلومه؟ ماتت حبيبه عبد الحليم ولا؟ ماتت بفيروس او مرض نادر. كانت يمكن متزوجه ولا متزوجه؟ لا هذه اشاعات بقى اللي بتطلع. اشاعات. يعني الناس بتطلع اشاعات وتحاول يعني تعمل ايش الحياه المأساويه اللي عاشها عبد الحليم الله يرحمه؟ يعني امه ميته وابوه ميت وحبيبته ماتت وحبيبته ماتت، وكان يراقبوا خطيه. يقول لك بالبلد الجيب جديد تروح يودون عبد الحليم لها ده ايه معلش؟ اللي تجيب جديد في البلد هي كانت ترضع عبد الحليم. ترضع عبد الحليم طبعا عشان والدته توفت، فكانوا بيرضعوه. عبد الحليم عاش حياه مأساويه. طبعا والمرض من اول يوم شهره. عبد الحليم يعني ما كانش يعلم ان هو مريض الا لما اتشهر. يعني مع بدايه شهرته كان بدايه مرضه، ورغم ذلك فضل مصمم ان هو يوصل للاجيال اللي بعديه رساله مهمه ان الفن هو اللي هيفضل مكمل رغم انف الجميع. الفن المصري هو الرائد في الوطن العربي. اكيد بلا شك انه عبد الحليم حب عمره كانت برا الوسط الفني. ليه ما تزوج؟ ما سالت؟ بص عبد الحليم اللي انا اعرفه طبعا انا لا انت ما سالت امك انت الحاجه زينب؟ الحاجه زينب الله يرحمها امك شافت عبد الحليم. شافت عبد الحليم وعاشت معاه فتره طويله. طبعا. وزي ما سالت امك جدا. بنت علي اخته يعني بنت علي بيحب كل يعني بيحب محمد يعني امك بيحب ابتسام امك عبد الحليم يصير خالها. انت ما سالت امك يمه بالعراقي خالك ليش ما تزوج؟ ليه عبد الحليم ما تزوج؟ سبب واحد كان دايما الرد، وده اللي هو رد مقنع جدا، ان عبد الحليم كان بينزف، وعبد الحليم كان مريض مرض كبير جدا بسبب مرضه من الزواج. يعني الموضوع صعب جدا. وبعدين هو كان دايما يقول انتوا كعيلتي هتستحملوني، يعني جدتي وامي واخواته، لكن انا ليه اجيب حد يتبهدل معايا؟ هو كان بيحس بالناس كمان، واحساسه ده وصل للجماهير بتوعه بعد كده.
فعبد الحليم كان حتى في حياته الشخصيه انسان حساس، صحيح. يعني ما كانش عايز يبهدل حد معاه من الاخر، بالبلدي كده بنقولها في مصر، مش عايز يبهدل حد معاه. الله يرحمه، مرض وتعب. الله يرحم العندليب. رحله كانت جميله، راح نكمل عندنا بارت ثاني مع والدك محمد الشناوي المحترم. والدك ابو سر كمال الشناوي. يا اخي انتوا جاي من عمق الفن والتاريخ، انت يعني جده كمال الشناوي الفنان المصري القدير، تيجي من هنا جده خال والدتي عبد الحليم حافظ. يا سلام عليكم، شو تريد بعد انت ما شاء الله. نسب يشرف. نحافظ على هذا التراث نعم. ونحاول ان الاجيال الجايه، عشان انا برضو في رساله مهمه من الزياره دي. ان احنا اولا ان شاء الله يوم 14 ديسمبر احنا رجعنا نفتح بيت عبد الحليم حافظ تاني. لمحبيه. فتح للجماهير. احنا كنا بنفتحه قبل الكورونا، وبعد كده والدي تعب ودخل مستشفى، فقفلنا البيت فتره، وبعد كده والدتي تعبت. هنرجع نفتح البيت يوم 14 ديسمبر لكل عشاق عبد الحليم، لان احنا بيجي لنا كل يوم مئات الزوار من انحاء العالم. طيب عندي فكره صغيره، مش بينفع ندخل الناس كلها البيت اكيد. ليه ما نخلي صندوق برا كذا اللي يجي يتبرع ابدا فهم كلامي. اللي يجي يتبرع ونعمل صدقه ليروح عبد الحليم حافظ. بنعمل صدقه، واللي عايز يعمل صدقه يعملها، بس احنا لن ناخذ فلوس من اي شخص جاي يزور بيت عبد الحليم. شوف يحافظون على اسمه، مع العلم انه انا قلت له نعمل صدقه قال لك ولن نقبل. الظاهر لا حتى لا يشكك اي شخص، لحد لا يشكك كلش حابين تطلعون باجمل صوره كعائله عبد الحليم حافظ. مش عشان نطلع، احنا بنحافظ على ده اللي احنا مؤمنين بيه. احنا بنحب عبد الحليم. انا ما شفتش عبد الحليم، بس انا مؤمن ان عبد الحليم كان انسان يستحق ان عيلته، وده هتبقى وصيه ولادي واحفادهم، ان البيت ده يفضل مفتوح باسم عبد الحليم حافظ لجماهيره ان شاء الله. على قد ما نقدر نفتح البيت. وطالب يا ريت اتمنى، وده كانت مناشده كبيره وكتير جدا لوزاره الثقافه المصريه. نعم. ان هم يعملوا شارع باسم عبد الحليم، حتى لو الشارع ده مش هينفع يتسمى باسم عبد الحليم حافظ، يعملوا شارع باسم عبد الحليم الشارع حافظ. شارع مهم. الشارع اللي يم شقه عبد الحليم العماره. انا اول ما جيت سالت قلت وين شارع عبد الحليم، فلازم طبعا بهاء الدين العوش يعني طيب ان كان شخصيه مهمه، ولكن انا مش بقول الشارع بتاعنا، تناشد شارع في مصر يتعمل باسم. نناشد وزاره الثقافه المصريه المحترمه، حابين اي شارع ينعمل باسم عبد الحليم حافظ. اتمنى توصل للوزير. هذا اقل ما يستحق يعني العندليب. اتمنى من معالي الوزير الثقافه المصريه المحترم، نقول له معاليك من بعد التحيه، عائله عبد الحليم تقول اتمنى انه يكون شارع باسم عبد الحليم. وهذا الشيء على ما اعتقد بسيط امام معاليكم. تحياتي لك. ناخذ بارت اخير، انا ووالده وجايبين ويانا مطربه وملحن، وراح نغني اغاني عبد الحليم حافظ وندردش شوي بامور حلوه. خليكم ويانا. من بعد جولة مليئة بالحب، جولة على ما أعتقد تكون فقط في العمر مرة أنك تدخل منزل العندليب عبد الحليم حافظ. مثل ما شفتوا منزله هو أشياء هي باقية مثل ما كانت في عهد العندليب عبد الحليم حافظ. اليوم عندنا بارت ثاني، خليكم ويانا، راح جدا تستمتعون به إن شاء الله. أرحب من حيث ما ترى عيني الأستاذ محمد الشناوي. مساء الخير. نورت وشرفت. اهلا بك. لمياء جمال نجمة ذا بويز، نورتي وشرفتي. شكرا. الموسيقار الكبير استاذ الكوث زاهير، شكرا. نورت وشرفت. شكرا. وكذلك الفنان الجميل شاب عدنان، نورت وشرفت. اما عازف العود فخليك مفاجئ، بعدين تحت ضرب الكادر ارحب عليك، ارحب بيك في طريقتي الخاصه. استاذنا الحبيب، اخذنا منزل، اخذنا جوله في منزل العندليب عبد الحليم حافظ. الجمهور العراقي حاب يتعرف عليك اكثر. احنا نقول بالعراقي انه انت نسيب عبد الحليم حافظ، انت اخذت بنت علي اخت عبد الحليم حافظ. عرفنا عن نفسك اكثر.
وضح، قول لي انت. عرفنا عن نفسك للجمهور انا العراقي. محمد كمال الشناوي. نعم. والدي الفنان كمال الشناوي. نعم. عمي عبد القادر الشناوي زوج الحاجة علية أخت عبد الحليم. نعم. فزوجتي عمها كمال الشناوي ما شاء الله. خالها عبد الحليم حافظ. شنو هذا النسب؟ انتم جاي من عمق التاريخ الفني. يعني زوجته امها علي اخت عبد الحليم، خالها عبد الحليم، وعمها كمال الشناوي. وكمال الشناوي الفنان الكبير. ولدها اخو كمال الشناوي. يعني انتم جاي من عمق الفن كله. أيوة، لا ما شاء الله. احنا نقول بالعراقي انه انت نسيب عبد الحليم حافظ. لا انا نسيبه وحبيبي عبد الحليم حافظ. لك ذكريات مع العندليب عبد الحليم حافظ؟ اكيد، انا كنت دايما في حضور معاه في مراحل من الحياه. انا اعرف انت وقتك ثمين، فراح استعجل بالاسئله حتى بعدين انه اسمحوا لي اخذ واحد، لانه وقتك ثمين يريد يروح. هذا المنزل مثل ما هو فعلا منزل عبد الحليم حافظ، ما تغير بشيء خالص. الاشياء هي يعني هذا احنا تقول عليه كنبه. الكنبه هي بس اللون اتغير لاننا ما لقيناش كان هو قطيفه احمر، فما لقيناش اللون ده، فاضطرينا ان احنا نغير عشان بدا مع الزمن يتاكل. لان الستائر هي اللمبات ذني. هي كل شيء هو السرير هو كل حاجه هي محافظين على عبد الحليم، وفقا لان عبد الحليم نفسه وصى اخته ان البيت يفضل مستمر لكل زوار عبد الحليم وحبايب عبد الحليم. انتوا بيت عبد الحليم هذا بالسنه مرتين تفتحوه حتى الناس عامه الناس تجي؟ والله وعلى مدى السنه بتيجي ناس كتير. اوكي. بتيجي ناس كتير وبقى في زخم جامد، فاحنا كنا يعني الضغط علينا كان بيبقى عالي جدا. وفتره الكورونا قفلنا بقى شويه لانه كان المرض منتشر في مصر يعني. لكن حاليا بنستقبل جمهور كتير، كل يوم بيجي لنا ناس عايزه تشوف بيت عبد الحليم. يعني احنا لنا الشرف ان نعمل حلقه في منزل عبد الحليم حافظ. اظن يعني هذه بالعمر مره توافقني راي موسيقارنا الكبير. هذا حلم يعني. اكيد احنا نشكركم مشرفين انه اعطيتونا من وقتكم. السؤال انا حاب اساله، هل فعلا مات عبد الحليم حافظ اعزب؟ لك حريه يعني تجاوب. صحيح. اعزب؟ صحيح. ما كان متزوج؟ يعني كانت لي فرص انه يتزوج بس ما حصلش يعني نسمع هنا وهنا يقول لك كان متزوج فنانه معينه كذا. لم يتزوج احد، لم يتزوج. ولا من لا سعاد؟ لا سعاد يعني كان في قصه حب لطيفه، لكن ما هو عايز واحده تبقى في حياته كلها. سعاد فنانه فصعب ان هو يستمر لم يتزوج سعاد حسني. لا هو كان علاقه لطيفه وفضلت حتى الصداقه بينهم استمرت حتى بعد ما. جنابك شفتهم مع بعض؟ لا الحقيقه. في اي محفل؟ لا في عيد ميلاد، بحفل، لا بمنزل، باي بلد من التاريخ؟ لا. طيب احكي لي في حادثه معينه عبد الحليم حافظ الى مع جمهوره، الى مع احبائه؟ انا سمعت انه عبد الحليم ودوه لاسم الشرطه بدهم يسجنوه او كل شيء. هو كان بيتجول، بيصحى الصبح بدري يحب يمشي في المكان. أوكي. فبيمشي حوالين حديقه الاسماك. طيب. وبيمشي ناحيه سفاره برلين. طيب. سفاره المانيا يعني في شارع برلين هنا يعني. فلابس الجلباب بتاعه، ولابس اللي عليه بلطو، ولابس الطاقيه بتاعته وماشي. الدنيا برد بقى ماشي. اوكي. فقابله صول في البوليس، قال له حضرتك رايح فين؟ قال له انا بتمشى حوالين بيت بيتي هنا. انت وين رايح؟ قال له انت مش عارف ان دي هنا في سفاره المانيا؟ قال له طب ما فيش، انا كل يوم بتمشى كده. قال له طب انت مين انت عشان وريني بطاقتك؟ قال له انا عبد الحليم حافظ. قال له هذه الجنسيه. قال له لا انت بتضحك عليا، عبد الحليم حافظ ازاي يعني؟ ما صدق انه عبد الحليم. بطاقه. فقال له ما عنديش بطاقه دلوقتي، انا سايبها في البيت. فقال له طب تعالى بقى على الاسم، على نقطه شرطه الجزيره. فراح على نقطه شرطه الجزيره معاه. لازم عبد الحليم حافظ. فبص كده للمركز، يخرب بيتك تمام، جايبين عبد الحليم حافظ تمام. فقال اتخض، قال له انا اسف يا استاذ ما اعرفش والله. ما صدق انه عبد الحليم، ما اقتنع انه عبد الحليم، ما اعرفش ان ده عبد الحليم. فقال له طب لا معلش، يمكن هو مش عارف، هو بيشوف شغله فمعلش. فبعد كده قابله هو بالعربيه بتاعته اللي جاي من عند السفاره. فقال له يا استاذ انت زعلان مني؟ قال له لا مش زعلان منك. قال له طب ممكن اطلب منك طلب؟ قال له امر. قال له انا بنتي يوم الخميس الجاي
هتتجوز. نفس ميلاد زين عبد الحليم حافظ نفسه بنت راح تتزوج. ممكن تجي لي الفرح ولو نص ساعه. يا سلام. قال له قوي، اديني عنوانك. فالراجل خد له عنوانه وقال لا حي كده، هو حي يعني بيجاملني وهيمشي مش حي. فبص في يوم الخميس ده جاي ماشي في الشارع، طبعا شارع بسيط يعني في مكان بسيط، يعني حاره بسيطه يعني. فلقى ناس ماشيه وعبد الحليم حافظ ماشي قدامهم ما شاء الله. فبص من فوق السطح لقى عبد الحليم الفرح فوق السطح. فبص على عبد الحليم لقى طلع فوق وجايب للعروسه ذهب، علبه ذهب هديه ليها. وبعدين ايه قال للفرقه، كان فرقه بقى فيها 3 4 كده بيغنوا فبيعزفوا يعني. قال لهم انتوا تعرفوا تغنوا تعزفوا لي حاجه؟ قالوا له والله يا استاذ مش عارفين بس قول لنا ايه. قال لهم اول مره تحب يا قلبي. اوكي. فراح مغني لهم اول مره تحب يا قلبي. يا ما شاء الله. مات عبد الحليم. هذا الرجل كل جمعه يروح عند قبر عبد الحليم ويقعد يبكي. حقا طبعا لغايه ما الراجل ده ما ينسى طول عمر عبد الحليم حافظ. اجى لي فرح الولاء اكيد كبير لعبد الحليم. السؤال ومن ثم نسمع صوت لميا حضري صوتك في اغنيه بسيطه قبل لا يروح حق المصريين، قبل لا يقوم يروح خليه يسمع شيء من صوتك الجميل. سؤال، هل كان عبد الحليم حافظ شديد الغيره؟ يقال انه غيرته الفنيه قاتله؟ لا قاتله لا، يعني المعنى بقى اذا كان بيتقال ان هو بيحارب حد، لا ما حصلش يعني. هو كل الحكايه انه هي حتى حماتي الله يرحمها حبيبتي يعني، هي حماتي وامي يعني في نفس الوقت. الحاجة علية. الحاجة علية قالت له يا عبد الحليم بيتقال انك بتحارب الفنانين. فقال لها انا راجل مريض بين الحياة والموت، هقابل ربنا وانا بحارب الناس؟ لا يمكن. لكن لازم تعرفي عليا حاجة واحدة مهمة جدا، اللي هي ان انا عمري ما هترك حد يغني حاجه حلوه الا ما يغني حاجه احلى. يعني تنافس. وتنافس ده حقي. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون المذكوره بالقران. وعايز اقول لك على حاجه، ده انا بفرح ان في حد غنى حاجه حلوه عشان اعرف اغني حاجه احلى منه. الله. لانه مستوى الفن لما بيزيد معايا وبيزيد مع الناس كلها. الملحن العبقري عمرو مصطفى في الذكاء الاصطناعي لحن لأم كلثوم، وافتكر لك ايه، وعيلة ام كلثوم ما قبلت تنزل بصوته. لو يعطي لحن جميل بصوت عبد الحليم حافظ بالذكاء الاصطناعي اليوم توافق؟ الى حد ما دلوقتي الذكاء الاصطناعي مش ناجح قوي يعني هو حاول. لو الملحن اليوم عمرو مصطفى مثل ما عمل ويا لا الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا لسه ما وصلش للحاله انك انت تقدر تصدق ان اللي بيغني ده عبد الحليم حافظ. لو ينطرح عليك لحن جميل جديد نركب صوت عبد الحليم حافظ عليه بالذكاء الصناعي. ما هو انا بكلم دلوقتي على الحاضر، كلمني عن المستقبل. المستقبل ممكن. لو المستقبل ممكن، لكن حاليا دلوقتي ما ينفعش. لم نسمع شيء منك؟ يا ولاكم حبيبي سلموا لي عليه، ولاكم حبيبي سلموا لي عليه، طمنوني أسمراني عاملة إيه الغربة فيه، طمنوني أسمراني عاملة إيه الغربة فيه، طمنوني أسمراني عاملة إيه الغربة فيه، سواح وأنا ماشي ليالي، سواح وأنا دارب حالي، سواح بالفرقة يا غالي، سواح إيه اللي جرالي سواح. شكرا. يا سلام احسنتي. عايش صوتك واحساسك. طبعا في شويه ارتباك لقلبي بيت عبد الحليم. اي طبعا. مو سهل. يعني عايز اقول لك ان في واحده اوكرانيه جت البيت اوكي مع صديق ليا يعني تشوف البيت يعني. اي فوقفت في الصاله يعني هي بتقول يا عبد الحليم طبعا بيت عبد الحليم فاوكرانيه يعني من اوروبا، ووقفت تترعش. فانا استغربت بقول له دي اوكرانيه ازاي؟ لسه قال لي لا ده عبد الحليم عالمي طبعا. فهي ردت عليا، كنت بكلم معاها بالانجليزي يعني، قالت لي انا بالنسبه لي عبد الحليم ده
هو مطربي المفضل في العالم كله. اها. طبعا. وبعد يعني راح صار له حاليا 47 سنه من رحل على ما اعتقد. بالضبط. يعني 47 سنه ولليوم يعني من نقول عبد الحليم وما زال نقف له واحد اجلال. بالعالم ما فعلا. زال ما زال وسيزال. ما مصطى هالكوت هو نمبر 1 عبد الحليم حافظ. أنا بالنسبة لي هو أفضل مطرب بتاريخ الفن العربي، وتظل هو أفضل واحد حتى بالعالم والله. يعني 47 سنه ولا زال هو في القمه. أنا عايز أقول لك في وفاة عبد الحليم نعم. بعديها بيوم أو بيومين جه كان لسه يمكن ما جاش الجثمان من لندن، جه عبد الوهاب وقال لهم دخلوني الأوضة بتاعت عبد الحليم وقفلوا عليا. طيب. ومن بره بقى سامعينه بيعيط الملحن عبد الوهاب وبيقرا قرآن العملاق الكبير، وبيتكلم، وكانوا بيكلموا سبتنا ليه؟ كان لسه في كتير قوي تقدر تديهولنا. ما توصل. وقعد يعيط الله يعني. يرحمه. فضل على هذا الوفاء. يعني هو كان بيعتبر ان عبد الحليم ده هو امتداده الحقيقي في الحياه. هو صح. طبعا اكيد هذا الكلام رحم الله اكيد عبد الحليم حافظ. سؤال اخير اختم بيه وياك لان انت وقتك ثمين وعندك على ما اعتقد شغله تأديها، احنا راح نكمل اكيد وياكم مشاهدينا الكرام. السؤال استاذنا طيب، هل جثمان عبد الحليم حافظ لم يتحلل؟ شنو قصه هاي؟ ما صحه هذه القصه؟ سمعنا انه يمكن اجى سيل واخذ القبر ونقلوا جثمانه ولم يتحلل. يعني انا ما حضرتش الواقعه دي، بس انا سمعتها من محمد شبانه اخوه. هو لما الحقيقه يعني كان الجثمان كان فيه البحيره اللي هي ورا قدام المدفن من بعيد يعني. طيب. حصل في سيل، اتغرقت كتير من المقابر. أوكي. ففتحنا القبر عشان نتاكد، فلقينا ان في بلل صغير. فكنا خايفين انه يحصل فنقلت قبر عبد الحليم مكان ثاني. فالحقيقه يعني زوجتي الله يرحمها اي قالت لي لا انا هشيل الجسامين. اتفقنا وشلناهم وحطيناهم في اوضه في نفس بعيد شويه، واتهد كل البتاع واتبنى من اول وجديد، بحيث انه هو يعني ايه. بعد كم سنه نقلتوا الجثمان من وفاه عبد الحليم حافظ؟ يعني وتوفى بال 77 يعني بالتسعينات بالألفينات. هو حوالي 7-8 سنين تقريبا حصل ده بعد الحادثه. بعد وفاته. لا 7-8 سنين قريب يعني. يعني خلينا نقول بعد 40 سنه. هم بيشيلوه. انا شفت انه شعره لسه موجود والجمجمه بس الباقي عظم. تمام. بس متماسك، عظم متماسك يعني، والوش موجود. وشه موجود. بس طبعا موجود بقى في الكفن ما شفتوش بقى يعني. فساعة ما نقلوه من رايح وحطوه رجعوه تاني تتوقع اي عمل صالح عمل عبد الحليم حتى من بعد 40 سنه؟ لا اعمال كثيره صالحه. عبد الحليم كان في واحد واقف تحت كده وهو قاعد مع اخواته في البلكونه، وبص تحت وهم بيكلموا وما ردش عليهم، وقال لهم عن اذنكم، وراح واخد بعضه بصوا له واقف تحت مع الراجل. فالحادثه دي بقى حكاها محمد شبانه اخوه. فقال له انت مالك؟ انا شايفك قاعد مهموم. قال له اصل انا بجوز بنتي ومعيش فلوس. اوكي. حاولت اعمل استبدال معاش وكده هو والدنيا حتى الفلوس مش هتكفي يعني. فراح مطلع من جيبه، ده دخل جوه جاب فلوس. يعني شافه وحس ان هو يعني محتاج فلوس، طلع من جيبه 1500 جنيه واداهم له. قال له ده ايام ما كانت ال 1500 جنيه فلوس ملهاش عدد يعني. تمام. طلع له 1500 جنيه قال له خد، ولو عايز حاجه ثانيه قال له لا ده كفايه قوي يا استاذ، ده انت كده يعني سطرتني. فقال له يعني ده ابسط حاجه، لو عايز اي حاجه خبط على الباب وقول لهم انا قابلت الاستاذ عبد الحليم وانا عايز اقابله تاني. ف يعني وده من ده كتير طبعا. انا اللي اعرفه من اللي اتحكى لي، مش اللي انا ما شفتوش يعني، بس ده اللي اتحكى لي يعني. ما شعورك وانت نسيب عبد الحليم حافظ؟ ايش شعورك؟ انا بقول لك انا عبد الحليم ده ما بعتبرش نسيب، بعتبره يعني زي ابويا.
يعني حبي ليه زي ما بحب والدي كمال الشناوي. عجب ما عندك صوره يا عبد الحليم حافظ؟ ما جاتش فرص ان انا اتصور مع عادل للاسف يعني، بس قابلته كتير معقول يعني. اشوف عبد الحليم ما تصور معاه على طول؟ ما جاتش فرص، ما كانش في حد بيصور ساعتها، وما كانش في يعني ما كانش في موبايلات نصور، ما فيش حاجه. فيعني الظروف اللي بيبقى ممكن تتصور فيها مع عبد الحليم لازم يبقى في حد بيصور كانت بالكاميرا. علاقه عبد الحليم متوتره بام كلثوم؟ نعم. علاقه عبد الحليم كانت في فتره متوتره بام كلثوم؟ يعني بص، هو في طبيعي جدا بيحصل تنافس، يعني يقول لك لا دي ست ودي راجل، لا التنافس تنافس. في غيره بين عبد الحليم وام كلثوم فنيا؟ يعني لازم واصل لو ما كانتش ام كلثوم يعني تعرف ان هي تتنافس وهو يعرف انه ممكن ام تتنافس. كلثوم تغار كانت من عبد الحليم. نعم ممكن ام كلثوم كانت تغار من عبد الحليم، اذا لو يعمل اعمال حلوه اغنيه حلوه ممكن تغار. اكيد طبعا، واذا ما كانتش كده ما تبقاش ام كلثوم، ولو هو ما عملش كده ما يبقاش عبد الحليم حافظ. صح. ده طبيعي جدا. كان في قرابه من عبد الحليم ونجاة، هم الاثنين كان تيم واحد في الحفلات الاضواء المدينه، يعني السكه واحد، عشان قريبين من عبد الوهاب، محمد موسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. كانت حفلاتهم وطلوعهم غير ورغم هذا في احد حفلات عيد ثوره قاعدين على مائده جمال عبد الناصر بياكلوا، فعبد الحليم قال له يا ريس انا عايز اطلب منك طلب. قال له ايه؟ قال له عايز لقاء السحاب ما بين ام كلثوم وعبد الوهاب، لغايه دلوقتي ما اشتغلوش مع بعض. كان بطلب من عبد الحليم حافظ؟ نعم كان بطلب من عبد الحليم حافظ انه ام كلثوم وعبد الوهاب لو سمحت يا ريس يتعاملوا مع بعض، وفق بينهم يعملوا في مع وبدات انت عمري مع بعض. اول تعامل كان انت عمري فيعني عبد الحليم هو فجمال عبد الناصر قال لهم يلا يا جماعه عايزين بقى نسمع لكم حاجه حلوه. فبدات كانت جيده بجمال عبد الناصر. عبد الحليم حافظ نعم. علاقته كانت جيده بجمال عبد الناصر. وام كلثوم الاثنين كانوا بالنسبه له هم الافضل. صح الاثنين كانوا صح، ما ضلوا الاثنين، بس جمال كان اقرب على عبد الحليم حافظ حقيقة. جمال لا ما اقدرش اقول كده، برضه ام كلثوم كانت لها طيب المسلسل اللي صار على لعبد الحليم حافظ وقصه حياته، راضين عليه انتم كعائله؟ انا مش عايز اتكلم في نقد في احد. طيب. يعني عمل ماليش دعوه. ممكن تعملوا له مسلسل ثاني لعبد الحليم؟ والله لو في فرصه انه يتعمل في عمل ثاني اي فنان يكون، بس بقى لازم يكون يعني ايه اختيار يعني مع احترامي للممثل اللي مثله، كان لازم يبقى فيه ممثل افضل منه يعني. طيب احمد زكي مثل فيلم حليم، ما كانت برضه احمد زكي ما كانش فرصته، كان مريض يعني ما اقدرش احكم على عمل. وبعدين ابنه كان لسه بيبتدي، فما ينفعش يكون في البدايه واحد يمثل عبد الحليم على طول كده يعني. ترشح من الفنان يمثل حياه عبد الحليم؟ والله هو في شاب عمل مسرحيه عبد الحليم في السعوديه. طيب. مصري. وهو خريج فنون مسرحيه. شو اسمه؟ مناسب قوي. صح، مناسب جدا. شو اسمه؟ انا مش عارف اسمه، لكن انا ما رحتش الحفله، بس انا اللي اتقال لي من ابني ومن ابني عبد الحليم ومن ابني نور. في بعض المقتنيات لعبد الحليم حافظ وبعض اللبسه موجود اليوم على ما اعتقد بالمملكه العربيه السعوديه. محافظين على كل حاجه يعني. لا بالمملكه العربيه السعوديه اخذوا يمكن. لا هو كان حصل عروض بس ما اتخذش حاجه، ما افتكرش ان في حاجه اتخذت يعني. يعني على ما اظن يعني. ما تفتكر في حاجه؟ ما افتكرش يعني. احنا في احد عرض عليكم مبلغ مادي مقابل ياخذ بدله عبد الحليم حافظ؟ لا احنا مش هنبيع حاجه، احنا هنعمل يعني عروض في العالم العربي، ومصر هيبقى فيها العرض ده. عروض بيع عروض يعني متحف لعبد الحليم يتقدم فيه مقتنيات عبد الحليم. مقتنيات عبد الحليم كتير عندنا، لكن بيع لا مش هنبيع. بس هتعملوا له متحف، يكون متحف في القاهره في القاهره يعني هنلف العالم العربي، لكن عبد الحليم مصري عربي تمام. نحترم العرب كلهم ونقدر العرب كلهم، بس عبد الحليم مصري عربي ان شاء الله قريبا. مصري اولا وعربي ثانيا. واشياء المنزل هذا كلها تتفرغ تروح للمتحف. نعم، اشياء المنزل هذا كلها تتفرغ تروح للمتحف. كل من يعني هيبقى اكيد معرض. انعرض عليكم تبيعون منزل عبد الحليم حافظ؟ لا احنا مش هنبيع البيت. انعرض عليكم؟ اتعرض، لكن احنا مش هنوافق على هذا خالص يعني.
يعني نعمل مقتنيات، نعمل عروض للمقتنيات، لكن لا بيت عبد الحليم لا. اذا كان بقى المعرض بقى ياخدوا الشكل العام للبيت وتعمل بيه ديكور مشابه عشان بقى يبقى ده شكل لكن البيت لا. طيب من مات عبد الحليم حافظ كم كان ثروته الماديه في المنزل تقريبا؟ نعم. كان عنده فلوس من مات عبد الحليم حافظ؟ فلوس؟ في فلوس كان عنده من مات؟ يعني عبد الحليم كان زنقين؟ كان بالمصري غني. ايه؟ كان غني؟ ما ماديا كانش كان غني؟ فقير، بس يعني ما اقدرش اقول كان غني، مش زي العصر اللي احنا فيه دلوقتي المليارديرات المسائل بتاع. يعني عبد الحليم حافظ ما كان خد بالك ملياردير. إن هو كمان يعني بيصرف على مرضه كتير. ما كانش حد عنده بيصرف على فقط شقه مرضه واحده يعني. بس هذا المنزل عنده، ما عنده منزل ثاني وثالث؟ لا هو ساكن في العجوزه في عماره السعوديين قبل ما يجي هنا اهوت. طيب. وده البيت ده سكن فيه محمد شبانه اخوه، واسماعيل برضو كان في بيت ليه تحت في نفس البيت، وهو كان في البيت في الدور السابع، وجه هنا بعد ما انتقل للبيت. اختم يعني بالسؤال الاخير، لو كان عبد الحليم حافظ عايش تتوقع ايش كان يقول عن ظاهره ويجز وحمو بيكا واغاني المهرجانات؟ لا تعليق. لا تعليق. انت معاصر عبد الحليم كنت عايز حافظ تسال يعني الحمد لله انه مات عشان ما يشوفش هذا البلاء. بلاء تعتبرت طبعا اغاني المهرجانات بلاء؟ طب بلاء طبعا. كارثة. كارثة. مهرجانات كارثة كبرى. انحطاط يعني للاسف يعني. ما يعني لو كان عايش كان ارزاق بقى، مش هتكلم في أوكي. الارزاق دي بتاعت ربنا، لكن انت بتتكلم على قيمه الفن، لا دي مش بس دول الرزق فنانين مش خالص يعني. حلال هذا. شكرا لأنتنا من وقتك الثمين. الله يخليك. احنا حنكمل اكيد الله يخليك. حلقتنا اليوم. نورت وشرفت، انا انتوا جدا أهلاً سعيد وسهلاً، بهذه انتوا اللي المقابله نورتونا وشرفتونا. من منزل عبد الحليم منزل عبد الحليم شرف مرة مفتوح بشرف. للكل. ما تبيعوه بالله. لا يمكن يعني. طبعاً. ده احفادنا كمان ابن كمال الشناوي يعني قيمة فنية احفاد كبيرة. ولادي كمان، مش أيوة. يعني مش ولادي، مش ولاد ولادي، لا احفاد ولادي كمان ان شاء الله. اسمع ماذا يقول. بصراحة أنا يعني أكثر رجل شياكة راقي شيك. بفن المصري من تاريخ الأول لحد اليوم هو فنان كمال الشناوي. أنا معجب قوي بشخصيته، معجب بسيد الوالد. بفنه. لا وعبد الحليم كان عبد الحليم كان في منتهى الشياكه يعني. هما الاثنين كانوا شياكه جدا. الاثنين. أنا أقول يعني أنا أقول الأب كانت شياكة أكثر من كل الفن. يقول انه من ضمن الفنانين، من ضمن الممثلين كانت جدا شيء كمال الشناوي، والد جنابك الكريم. طبعا. شفته هو بالعمر كبير لسه محافظ على نظافة، يعني طيبة الشكل وضحكته والجمال واللبس نظيف، وما شاء الله عليه. كان رحم الله راقي. كمال الشناوي الفنان الكبير، ورحم الله العندليب عبد الحليم حافظ. نورتنا وشرفتنا. اهلا بيك يا فندم. شكرا، تحياتي أهلاً لك. بيك. بيت عبد الحليم مفتوح للجميع، تشرفنا بيكم، وان شاء الله كده دايما في لقاءات جميله إن شاء الله. معكم يعني ان شاء الله. نكمل حلقتنا، خليكم ويانا.
ضيفنا الجميل علي الطنطاوي. احسنت وابدعت. يعني من هذا المكان انا من عزف لي هاي المعزوفه وقاعد اتخيل انه من هذا المكان انولدت اجمل الاغاني طبعا، اجمل الالحان. هنا كان عبد الوهاب، هنا كان بليغ حمدي، ملحنين كثار، شعراء كثار، الموجي كمال الطويل، القائمة تطول من الشعراء، محمد حمزة اللي كاتب أغنية موعود لعبد الحليم وعمل ثنائي رائع، وبليغ حمدي، وطلعت أجمل الألحان هنا من هذا المنزل. يعني هذا مكان تاريخي وفرصة حلوة انه نتواجد اليوم بمنزل عبد الحليم حافظ. ورب سائل يسأل يقول لك نزار الفارس انت ليش جبت لمياء جمال وليش جبت ماما مصطفى الكود زاهر، استاذ الكود ماما مصطفى الكردي، الموسيقار الكردي الكود زاهير وعدنان. انا جبتهم اليوم سبب واحد، كنا نقدر نجيب خلينا نقول غير فنانين، ولكن اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي الموسيقار الكود زاهير مع لمياء جمال نزلوا عده اغاني لعبد الحليم حافظ، فجاه صارت ترند هنا في القاهره، من ضمنها قارئة الفنجان. اولهم ايه صح، هي اللي كانت. شلون جتكم هاي الفكره؟ تعيدون اغاني عبد الحليم بصوتكم، تغنوا ليش مو غير مطرب؟ والله انا اقول فنان عبد الحليم حافظ لا زال وسيظل نعم الصوت والاحساس اللي ما يتكرر نهائيا. وانا من معجبين بعبد الحليم حافظ، كلنا معجبين به طبعا. ونغني دائما باستوديو، سواء كانت مع فنانه لمياء جمال ومع مطرب ميلا علي. صارت ترد قارئة الفنجان بصوتها ملايين المشاهدات. صح. فرحتي؟ قبل كثير فرحت. وقبل لا اغني احب اقول لك انا عبد الحليم من كثر ما يعني وجهه متعودة عليه احسه من عائلتي، احسه كانه جدي، كانه شخص والله العظيم. كل ما اشوفه افتح يوتيوب او اشوفه احس اني اعرفه من زمان. عبد الحليم مواصفات فارس احلامك يا لمياء؟ ايه طبعا، كل واحده تتمنى، كل واحده تتمنى اكيد. مواصفات عبد الحليم اكيد طبعا. هو مواصفات فارس احلامي. يا سلام. اول مره اقول فارس احلامي شو. اعطينا يلا قارئة الفنجان. يلا يا شباب، وحضر نفسك حنا. بحياتك يا ولد امرأة عينا سبحان المعبود، بحياتك يا ولد امرأة عينا سبحان المعبود، فما مرسوم بالعنقود ضحكتها أنغام وعود، فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وعود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قد تغدو الدنيا ولد هو الدنيا. الله، هذه آخر أغنية لعبد الحليم طبعا. قارئة الفنجان فيما كذا قباني، آخر ما غنى إحساس مو طبيعي عبد الحليم حافظ. محمد الموجي العبقري. المقطع اللي بعده كمان اكتر شاعريه وشعريه طبعاً. بنفس الجمله اللي هو عملها وبنفس الكلام بس بطريقه ثانيه. انا وياك ابيات. يلا احسن ارجع لك. سبحان الماء يا لمياء اعلى. مرسوم كالعنقود ضحكتها والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، ولدي نواها عاش احساسك، احسنت. سماءك ممتدة. الله عليك، عاش احساسك. لمياء ان شاء الله طريقك كله مفتوح. ماء سماك ممتد وطريقك مسدود ان شاء الله كله مفتوح طريقك. ابدعتوا. اريد اغاني بعد لعبد الحليم، احنا ما نكتفي فقط في قارئة الفنجان، وهو اريد ترجعون
للعراق الحبيب تصوروا لنا بعد اكثر اكيد. اكثر واكثر. إن شاء الله. استاذنا الحبيب، انا عندي استفسار. اليوم الاخ عدنان فنان، عدنان تيمور فنان شاب لا يجيد اللغه العربيه، عربية. ما يفتهم عربي، هو اظن من اكراد تركيا على ما اعتقد، نعم، رجل كردي لا يجيد اللغه العربيه من مدينة دوان. من مدينه وان. نعم. طيب كيف يغني لعبد الحليم؟ عدنان قليته عربي نازاني وقتناته لا ما مصدر كردي، لا اقدر تاخذ دوري. هاي دبرز انا ترى اللغات، اعطوني فرصي باللغات. ام كاتب باشكاك عدنان دنقو باست. شعورك شيء موتو لخانوي عبد الحليم حافظيت؟ والله كاك نزار بخون زور حزم لدنجي عبد الحليم حافظة. يحب عبد الحليم، يحب صوته، صوت تحب احساسه. بخون عربي تيناقم يقول عربي ما اعرف. دنجي وموسيقى كاني عندي هند خوشن هل حز ليها كيف جيلي. يقول حبيت صوته واحساسه رغم اني ما افهم اي شيء في اللغه العربيه. احساسك كي خوش عبد الحليم حافظ؟ نية احساس نية وايد. شلون تقول انا كي حفظت كرد؟ انت شلون حفظت الاغاني عبد الحليم؟ دي جيلي اقرب زور جيلي اقرب. تسمع عبد الحليم؟ نسمع شيء من عبد الحليم حافظ؟ قول لي ابو عبد الحليم حافظ لي. يعني ما يعرف عربي ما يفهم ويغني لعبد الحليم. شكرا عاش. صوتك دنقة زور خوشة خوش حال مكتوب بين امرو كاكا. رجل كردي ما يفهم اي شيء باللغه العربيه يغني عبد الحليم. عبد الحليم واصل لكل الاجيال. يعني احنا حبينا على اغاني عبد الحليم حافظ، كان صادق باحساسه، لذلك صدقه وصل لنا واغانيه عايشه وراح تظل عايشه. اليوم فارقنا راح اقول 50 سنه صاير على الفراق، ولكن عبد الحليم ظل عايش في قلوبنا. من هذا المكان اليوم انا احييكم من منزل عبد الحليم حافظ. لو كان عبد الحليم موجود شو تحب تقول له؟ والله أنا حسب تجربتي الفني يعني لحنت لعظماء العرب وأتراك وإيراني وأكراد، أكيد فنانين الكردستاني كلهم. كمان من ضمني فنانة لميا جمال وعدنان، ولحنت كمان لميرا علي اللي أشبه أقرب صوت بتاريخ لعبد الحليم حافظ هو ميرا علي. في المطرب الكردي ميرا مش علي. تقليدا، روحا. احساس. اتمنى ميرا صوت جميل. لو كانت عبد الحليم باقي كان لحنت لها، كان يعني ضافني كثير من التاريخ الفني، وهو الاحساس الوحيد، صوت الوحيد بحياتي كمطرب بحبها أكثر من كل مطرب بالعالم. الملحن الكوت زاهر ملحن آخر أغنية لسعاد حسني، ملحن لسميرة سعيد، مياد الحناوي، علي الحجار، صباح فضل شاكر. قيمة فنية كبيرة، موسيقى كبيرة. لميا جمال. لميا لو عبد الحليم اليوم يسمعنا ماذا تقولين له؟ سؤال واحد قبل لا أختم. احب اغني معاه، اتمنى. حبيبي لا يا طماع. لميا يا جماعة طماع تحب تغني. بس احب كمان قبل لا اغني معاه احب اتعلم منه. اول شيء احب اقعد معاه جلسات اتعلم منه، ابقى يعني لو يعطيني 24 ساعه بس ابقى اسمعه، اخذ منه دروس. انا وعدتكم
قريبا نعمل ديو لميا جمال وعبد الحليم حافظ في أغانيها. يا رب ان شاء الله يسمح لنا سامحني الشناوي. خوش حظهم كعدنان دنك زور زور خوشته. ان شاء الله المستقبل امامك مفتوح. خوش حظ سباس زور سباس. علي احنا نشكرك، عازف ممتع وجميل، نورتنا وشرفتنا، تحياتي لك. انا زاد الشرف، الف شكر لحضرتك. الله يطول عمرك. نشكرك جدا. لميا حبيبي تختمين؟ ايه بأهواك. يلا يا جماعه انطوا اهواك، انطوا اهواك، من حقها تغني اهواك. الختام مع لمياء جمال. رحله كانت ممتعه، افترينا بكل ركن من ركن عبد الحليم حافظ، من منزل عبد الحليم حافظ. كل ركن إلى في ذكرى، وإلى في أغنية، وإلى في وجع، وإلى في تحدي، وإلى في إصرار، وإلى في نجاح. عباقرة الفن العربي كانوا هنا في منزل عبد الحليم حافظ. رحم الله عبد الحليم واسكن فسيح جناته. الختام أهواك وأتمنى لو أنساك، بس ما بيدنا، ما نقدر ننسى. شكرا نزال فارس. ختام مع لمياء جمال. وانساك وتريني بنسى قفاك، واشتاق لعذابي معاك، والأدمع يفكرك وارجع تاني. هواك الدنيا تجيني معاك، ورضاها يبقى رضاك، وساعتها في هواك في هواك طول حرماني. قفاك واشتاق لعذابي معاك، والأدمع يفكرك وارجع تاني بلقاك. الدنيا تحكيلي معاك، ورضاها يبقى رضاك، وساعتها